هقول لك حاجة غريبة شوية، ممكن تبدأ صح، تبدأ بحماس، تبدأ بنية صافية وتكون فعلا عاوز تتغير، بس فجأة تلاقي نفسك واقف، كأنك بدأت طريق طويل وخدت فيه أول خطوة وبعدين رجعت مكانك تاني. والحقيقة إن ده بيحصل مع ناس كتير جدا، ويمكن بيحصل معاك أنت بشكل متكرر. كم مرة بدأت مذاكرة وأنت حاسس إنك خلاص هتتغير؟ كم مرة بدأت ورد قرآن أو صلاة الفجر أو قيام الليل وقلت المرة دي أنا ناوي أكمل، وفعلا بدأت، بس بعد أسبوع يومين يمكن حتى في نفس اليوم كل حاجة وقفت والحماس اختفى. عارف ليه ده بيحصل؟ علشان احنا فهمنا البداية غلط. احنا بنتعامل مع البدايات كأنها النهاية. أول ما نحس بالحماس أو نكتب خطة أو نبدأ حاجة بنقول لنفسنا احنا كده تمام. بس المشكلة إن الحماس عمره ما بيكمل. الحماس عامل زي الشرارة، بيولع بس ما بيكملش من غير وقود. المذاكرة والطاعة شبههم بالزرع، محتاج تروي كل يوم، مش بس تزرع البذرة وتسيبها. اللي بيخلي الزرع يطلع هو انك تفضل تروي حتى لو مفيش حاجة ظهرت لسه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مش بس قالوا ربنا الله، لا، قال بعدها ثم استقاموا، يعني استمروا، ثبتوا نفسهم، مشوا الطريق للنهاية. وده الفرق بين اللي بيبدأ وبين اللي بيكمل. المشكلة مش انك تبدأ، المشكلة انك مش عامل خطة تكمل بيها. كلنا بنبدأ بحماس، بس اللي بيكمل هو اللي عامل نظام، اللي عنده وقت مذاكرة ثابت حتى لو ساعة واحدة، اللي عنده ورد قرآني ثابت حتى لو صفحة واحدة، اللي عامل لنفسه عادة بتشتغل حتى لو هو مش في المود. انا عارف ان الاستمرار صعب، بس خليني اقولك الناس الناجحة مش بتستنى الحماس علشان تشتغل، هم بيشتغلوا سواء في حماس او لا. انت فاكر انك فاشل علشان وقفت؟ لا خالص، انت بس كنت ماشي من غير خطة، من غير عادة، من غير نظام. ابدأ بسيط بس خليك ثابت. ابدأ بعادة واحدة بس يومية، ورقة صغيرة واكتب فيها: هصلي الفجر يوميا، همشي على جدول مذاكرة سهل، هقرأ صفحة واحدة قرآن يوميا. انا مش بقولك ابقى مثالي، انا بقولك خليك ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني لو عملت عمل بسيط جدا بس بتكرره عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن من العمل اللي انت بتعمله وبتوقفه. وعلشان كده اللي بيكمل هم الناس اللي حطوا لنفسهم هدف حتى لو صغير، واللي بيبدأوا من جديد كل شوية من غير تعديل لطريقتهم، بيفضلوا في نفس الدايرة. وافتكر ان الطاعة والمذاكرة محتاجين صبر، والصبر مش بيجي بالقوة، الصبر بيجي من الهدف. انت ليه بتذاكر؟ وليه بتعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ وليه عايز تتغير اصلا؟ جاوب على الاسئلة دي وخليها النية اللي ترجع لها كل يوم. كل ما تتعب فكر نفسك بيها، كل ما تقع ارجع ليها. انا شخصيا وقعت كتير وضيعت وقت وبدأت حاجات وسبتها، بس لما فهمت ان المشكلة مش فيا، المشكلة في الطريقة، قررت أبدأ بعادة واحدة وأكمل بيها مهما حصل. ومن وقتها حاجات كتير اتغيرت، مش لأن حياتي بقت مثالية، لأ، بس لأن بقيت أكمل حتى وأنا مش في أفضل حال. وانت كمان تقدر تبدأ النهاردة، بس بشرط خليك واقعي وابدأ بسيط وخلي هدفك قدامك دايما. لو وصلت لآخر الفيديو فده أول خطوة في الاستمرار. اكتب لي في التعليقات ايه أول عادة صغيرة ناوي تبدأ بيها بإذن الله، وحاول تحافظ عليها أسبوع بس وهتشوف الفرق بنفسك. السلام عليكم.